شكلك كده عايزه حاجه. عايزه اسالك سؤالين. اول سؤال، هتسهرني فين النهارده؟ ايه السؤال العبيط ده؟ الحته اللي انت عايزاها. وتاني سؤال، وده الاهم، هتاخدني فين this summer؟ ده الشمع. مش معنى ده السمر. It's gonna be our honeymoon. ده خليك انا هفتح. ما احنا عايشين على طول في هاني مون. آسر، في حد عايزك. مين؟ عليا، انت فاهمه غلط. احنا مفيش اي حاجه بتحصل على فكره، والله العظيم. عليا بصي، انا عارف ان انت بتفكري في ايه، عشان هو الموضوع شكله، والله العظيم احنا بس صحاب. فاهمة غلط مين واصحاب مين؟ مش دي اللي لسه كنت بتقولي انك بتكرهها وانها مقرفة ومش طايقة تبص في خلقتها؟ عليا حبيبتي، ابعد عني! ابعد عني خالص خالص يا آسر، خالص لو سمحت. عليا عليا حبيبتي وبتجري وراها، هو انت فاكرني ايه؟ بتضحك عليا، عايزني وعايزها في نفس الوقت؟ لا مش هقولها لك. لما تبقى جوزي يا يوسف. خلاص ما تزعلش، خلاص. بحبك. ارتحت. لا مش هجاوبك على أسئلة تاني. ايه؟ ماشي يا سيدي، بحبك قد ما كنت بخاف منك. لا دلوقتي ما بقيتش اخاف منك، بقيت اخاف عليك. والله يا يوسف ما فارق معايا لا عفش ولا مهر ولا الحاجات دي خالص. انا كل اللي فارق معايا انك تحبني قد ما بحبك، وانك تخاف عليا وتراعي ربنا فيا، وانك تقول لي كلام حلو زي ده على طول. لا بقى مش هجاوبك على حاجة تاني. مين واصحاب مين؟ مش دي اللي لسه كنت بتقولي انك بتكرهها وانها مقرفه ومش طايقه تبص في خلقتها؟ عليا، اي واحد متجوز عايز يخون مراته في اي وقت في اي حته هيخونها ومش هتعرف. انا لو بعدت يوم واحد بس عن آسر انا ممكن يجرى لي حاجه. هو انت بتعمل فيا كده ليه؟ عشان خاطر ميراد؟ شوفي ايه اللي ناقصك ومخلي جوزك يبص بره وعالجيه. يعني مثلا لو نكديه بطلي نكد، لو شكاكه روح عند دكتور نفساني يعالجك، ولو في حاجه في جسمك ناقصه مش باسطه جوزك، دكاتره التجميل كتير. عليا ممكن وهي تطمني عليا فين؟ ايه اللي جابك انت هنا؟ تمام اهلك. يا سيف مش وقته الكلام ده، ممكن تطمني على اختك لو سمحت، هي فين؟ اهدى شويه يا سيف، ابوس ايدك، اعصابي مش متحمله حاجه، اهدى شويه. يمشي. مش همشي يا مان، زي ما هي اختك هي مراتي على فكره. انت لسه فاكر انها مراتك دلوقتي؟ كان فين مراتك دي لما كنت بدأتها وكنت هتموتها؟ يا سيف مش وقته دلوقتي، يا سيف مش وقته خناق. يلا ممكن مش عارف اقف على رجلي، اقسم بالله هي فين؟ طمني عليها. ادعي لها يا ابني، ويا ريت تمشي، محدش فينا طايق يبص في وشك بعد اللي عملته فيها. لو تكرمت امشي. يمكن انتوا فاهميني غلط والله العظيم، وانا مش همشي قبل ما اشوفها بعينيا على فكره، انا مش هتحرك من هنا لو سمحت. ابنك هو السبب في حادثه البنت يا فاتن، ودي مش عمايل رجاله ابدا، دي عمايل عيال مش متربيه. ما تقولش عليه كده من فضلك. امال اقول عليه ايه؟ اللي سايب بيته ومراته وعايش مع واحده قاعد معاها ليل ونهار، عملت فيه المسكين عشان يعمل فيها كده يعني؟ دي حتى عاليه بنت زي النسمه. نسمة
اسمة ايه؟ انت اللي مش فاهم ولا عارف حاجة. ولا عارف ولا فاهم اي حاجه. ترضيها البنت من بناتك يحصل لها زي ما حصل لعاليه كده؟ بعد الشر عليهم ما تقولش كده. بصراحه يا جماعه انا عاليه صعبانه عليا قوي. وانت عملت ايه مع ادهم؟ اتفقتوا على كل حاجه وخلاص؟ الاستاذ بقى مستبيع على الاخر، هو موافق على الطلاق. كنت فاكراه انه شريك اكتر من كده. يشتريها ازاي بعد ما قالت له في وشه انا عايز اتطلق منك؟ برضو يا صلاح. برضو ايه؟ قولي لي، اتفقتوا على كل حاجه عشان نخلص من الهم بتاعكوا ده؟ لا طبعا يا بابي، ما اتفقتش معاه على حاجه. بسلامته بقى مش عايز يطلق غير لما تنزله عن حضانه البنت. ما طبعا خايف ما تترباش كويس. تقصد ايه يعني؟ تقصد ان انا مش هعرف اربيها مثلا؟ طبعا مش هتعرفي تربيها. لا بقى، البنت هتتربى احسن تربية. اديها له يا بنتي وخلينا بقى نشوف هيربيها ازاي ويستحملها ازاي. اديها له ما تخافيش. مفيش بنت تتربى بعيد عن امها. الله، مش هو اللي عاوزها؟ حتى لو هو عايز ما ينفعش ابدا ان البنت تتربى بعيد عن امها. ولا ايه رايك انت يا هند؟ We need your help. محتاجين مساعدتك. ما انا قلت لكم، قعدتوا تقولوا عندنا فنيين وعندنا مهندسين وعندنا خبراء. وانا عارف ان كل دول مش هيعرفوا يطلعوا مسخوط واحد. قولي له. You see, I told you. You said you had your own technical engineers and experts, but I knew none of them will put out a thing. Let's stick to what's important. What's your plan? خطتك ايه؟ طلع ناسك وادخل ناسي. هنطلعوا الحاجه. Take out your people and I will bring mine and they will take the thing out. How long is that gonna take you? هياخد وقت قد ايه؟ مش كتير، بس احنا لسه ما اتفقناش. Not too much, but we haven't agreed yet. Agreed on what? نسبة. My percentage. يا ولدي مش هيشرح حاجة لو أجلنا الفرح شهر ولا 2. أما الفرح مش هيتأجل، فرح في ميعاده. أنا اديت الناس كلمة خلاص. يعني إيه؟ نعمل الفرح وأنت مش رايق ومش مبسوط؟ ما تشيليش همي، الحاجة الوحيدة اللي تخليني رايق ومبسوط هي ابتسامة نادية في الكوشة. الله يرحمك يا صالح، كأنه قاعد قدامي، كأنه هو اللي بيتكلم. كان يتبسط لو كل اللي حواليه مبسوطين. كان يشبع لما يوكل الفقير. كان يكسي اليتامى قبل ما يكسي عياله. الله يرحمه. روح يا ولدي، ربنا يرضى عنك ويرضيك وتكون سبب سعدنا وينصرك على من يعاديك.